هلا السلام عليكم. معاكم ايمن من ايزي تك. النهارده هنتكلم عن الواتساب. الواتساب موجود على كل الموبايلات، وده نقطة قوته، انتشاره الرهيب. هنفتح الواتساب نتعرف على اسراره وخباياه، هنشوف ازاي نأمن الواتساب ونحمي نفسنا، نخلي الواتساب ما يفتحش غير بالبصمة. هنشوف ازاي نقدر نبعت الصورة دي ما يشوفهاش غير مرة واحدة وبعد كده تتدلت وما يقدرش ياخد منها سكرين شوت. ازاي نعمل محادثة كل يوم تتدلت لوحديها. هنتكلم في الفيديو في الجزء الأول عن ازاي نأمن الواتس ونحمي نفسنا، في الجزء الثاني هنتكلم عن أسرار وخبايا الشات. يلا هات كراستك، قصدي هات واتسك، ويلا بينا. أول حاجة هنتكلم فيها هي الحماية. يلا بينا. 3 نقط يمين فوق، وبعد كده settings، وبعد كده account، وبعد كده to setup verification اللي هي التاني واحدة من فوق. هنا انا لو دوست تيرن اون التسجيل هيقف لانه ممنوع ان هو يسجل، فانت ممكن تكمل تدوس تيرن اون هيطلب منك 6 ارقام، وبعد كده تدوس نيكست هيطلب منك 6 ارقام تاني، وبعد كده نيكست هيطلب منك الميل عشان لو حبيت بعد كده في اي وقت تغير ال6 ارقام دول. نيكست هيطلب منك الميل نفسه تاني، وبعد كده هيبقى تمام. بعد ما يخلص كده يبقى انت كده الواتساب بتاعك محمي ب6 ارقام دول. لو جيت تسطبه على اي موبايل تاني او اي بي سي او اي لابتوب لازم تدخل ال6 ارقام دول قبل ما يتسطب. نرجع بره تاني للاكونت، في تشينج نمبر اللي هو تالت نقطة عشان لو حبيت اغير النمبر بتاع التليفون بتاعك، وفي ديليت اكونت اللي هي اخر واحدة من تحت. نطلع بقى بره في السيتنج، في برايفت لاست سين اند اونلاين اللي هي اول واحدة. مين يشوف اللاست سين بتاعك او مين يشوفك اونلاين ولا لا؟ الاكونت بتاعتك، الكونتاكتس اللي عندك، ولا ماي كونتاكتس اكسبت، يعني دي يعني كل الكونتاكتس يشوفها عادي الا اللي انت تختاره، تدوس عليها وتختار اللي انت مش عايزه يشوف، ولا نو بادي محدش يشوف اصلا. ومين يقدر يشوفني اونلاين؟ ايفري ون، ولا زي ما انا عامل فوق، يعني انا لو عامل هنا نو بادي وهنا زي اللي فوق يبقى كده ولا حد هيقدر يشوف اللاست سين بتاعتي ولا حد هيشوفني موجود ولا لا، اونلاين ولا مش اونلاين. وفي بروفايل فوتو، مين يقدر يشوف البروفايل فوتو بتاعتي؟ كل الاكونتات بتاعتي ولا كل الاكونتات الا ناس معينه ولا محدش. وفي الاباوت وفي الستاتس بتاعتي مين يقدر يشوفها. وفي النقطه دي مهمه جدا هي الشات، بيطلع اللي هي العلامه الزرقاء اللي هو شافه ووصل، وانت لو دوست عليها قفلتها كده انت مش هتشوف لو في حد قرا الرساله، مش هتشوف ان هو قراها، وفي نفس الوقت لو انت بعت رساله اللي قدامك مش هيقدر يشوف ان انت قريتها. وفي هنا ديفولت مسج تايمر، ده بس ده هيتطبق على كل الشات اللي عندك، يعني لو عملت ان هي تختفي بعد 90 يوم ده كل الشات هيختفي بعد 90 يوم او 7 ايام او 24 ساعه. في الجروب دي مهمه جدا، في ناس ساعات كده ايه بتقعد تضيفنا في جروبات فاحنا لو عايزين نمنعها. ده الجروب every one يقدر يضيفك في اي جروب. ماي كونتاكتس الاكونتات اللي عندي بس، كل الاكونتات اللي عندي ما عدا ناس معينه، ونختار بقى مين الناس دي. فينجر برينت لوك اخر واحده من تحت ونخش عليها unlock with fingerprint، يعني لو عملناها يبقى احنا هنقدر نفتح الواتساب بالفينجر برينت، يعني بعد ما نخش على الموبايل الواتساب مين يفتحه هيطلب مننا الفينجر برينت بتاعتنا. ندوس هنا هيطلب مننا الفينجر برينت. تمام. هنا بيقول لك اقفل الواتساب بعد انت ما تقفله بقد ايه، يعني امتى اطلب الفينجر برينت؟ بعد دقيقه ولا بعد 30 دقيقه ولا ايميديتلي؟ تعالى نجرب ايميديتلي. ماشي. نقفل بقى كده الواتس، نفتح تاني اهو طلب الفينجر برينت بتاعتي، نقفلها. شفنا ازاي نحمي نفسنا ونأمن الواتس، ودلوقتي هنشوف خبايا واسرار الشات بتاع الواتساب. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل الجرس واللايك والشير. نرجع بقى للشات العادي ونشوف بقى شويه اوبشن في الشات. يعني احنا مثلا عندنا الاكونت ده ممكن ندوس عليه دوسه طويله ونعمل بن من فوق اهي، نعمل بن كده هو هيخليه فوق على طول، في اي وقت هتلاقيه فوق، بس سهل ان انت تخش عليه بعد كده. وممكن نخش عليه والثلاث نقط يمين فوق وبعد كده مور وبعد كده اد شورت كات، كده هو عمل شورت كات على الشاشه بره. مجرد ما اطلع شاشه بره الاقيها موجوده اهي، دوس عليها يدخلني على الشات على طول. وفي نقطه ثانيه انت مثلا تبعت لك مسج ممكن تدوس عليها ومن فوق علامه النجم اللي هي ستارت، كده المسج دي بقت ستارت. ممكن نطلع بره مثلا واحنا في بره اهو، ندوس على ثلاث نقط يمين فوق ندوس ستارت المسج، كده جات لنا المسج اللي ستارت. لو عايزين نلغيها نخش على الشات تاني ندوس عليها تاني وبرده من فوق كده خلاص هي اتلغت. ممكن نبعت صورة تبان مرة واحدة بس وبعد كده تختفي من عنده، في نفس الوقت ما اقدرش اخد منها سكرين شوت. ندوس على اتاتش جاليري، اختار صورة، ندوس على اللي فوق زرار الارسال ده، ندوس عليه كده هي هتبان عنده مرة واحدة بس وبعد كده تختفي. سند.
هي جات له زي ما احنا شايفين كده كلمة هيفتحها، مجرد ما يفتحها يشوفها يقفلها خلاص كده هتختفي من عنده، مقدرش ياخد منها سكرين شوت. تعالوا نشوف. هو كده فتحها، لما فتحها هي ما بانتش على التسجيل عشان هي ما بانتش في التسجيل، ما ينفعش تاخد منها سكرين شوت، وبعد كده خلاص اتدلتت. ممكن اخلي شات يتمسح كل فترة. ازاي؟ 3 نقط يمين فوق، disappearing مسج، النقطة دي بص عليها، 24 ساعة ولا 7 أيام ولا 90 يوم. لو اخترت 24 ساعة يبقى كل الشات ده هيتمسح كل 24 ساعة. لو في شات فيه كلام كتير وأنا عايز أحفظه أعمل إيه؟ 3 نقط يمين فوق، مور، اكسبورت شات. ده هيطلع لي الشات كله في ملف تكست بره، أقدر أفتحه في أي وقت وأقدر أبعته لأي حد. ده كده في كل الشات اللي بيني وما بين الشخص ده. طبعا ما ننساش إن في ميوت وفي بلوك. احنا ممكن نبعت ملفات كبيرة لأي شخص على الواتساب توصل ل 2 جيجا. ازاي؟ ندوس على اتاتش ودوكيمنت ونختار الفايل ايا كان بقى الفايل، حتى لو الفايل ده فيلم نخش على الدوكيمنت ونختاره. وبالمناسبة احنا لما بنيجي في الواتس نبعت صورة او فيديو بيروح مساحته اصغر، هو الواتساب بيضغطه ويوديه مساحته اصغر، ودي مفيدة. يعني انت لو عايز تبعت، لو عندك فيديو كبير عايز تصغر مساحته ابعته على الواتساب وبعد كده سجله من الواتساب، يعني احفظه من الواتساب هيجي لك مساحته صغيرة. طب لو احنا بقى عايزين الصورة او الفيديو ده يروح بحجمه الحقيقي نعمل ايه؟ نعمل نفس اللي احنا عملناه ده، نعمل اتاتش ونعمل دوكيمنت ونختار الصورة او الفيديو او اي حاجة هتروح بحجمها الطبيعي ومعانا لغاية 2 جيجا. في ميزة جميلة في الواتس ان انت ممكن تبعت لاكتر من حد نفس الرسالة في نفس الوقت. مرة هتبعت مرة واحدة لاكتر من حد في نفس الوقت، المسج دي هتجيله في الشات بتاعه عادي جدا ويرد عليك في الشات عادي، مش جروب. 3 نقط يمين فوق، نيو برودكاست، ونختار مين احنا عايزينهم يتبعت لهم ونقدر نبعت. انا عامل واحد اهو اسمه تيست برودكاست، انا هبعت اهو راحت الطرف التاني من غير جروب من غير اي حاجه، هو يقدر يرد عليا عادي. لو عايز اسميه اخش هنا فوق 3 نقط change broadcast list name، ممكن من 3 نقط يمين فوق اعمل مور واعمل اد شورت كات واخلي له شورت كات بره على الديسكتوب، ففي اي وقت افتحها واقوم باعت يوصل لكل الناس دي. في ميزه حلوه في الواتس، احنا في الواتس بنخش في جروبات كتير قوي لانه بيقعد معانا سنين وبيبقى في جروبات كتير قوي، في منها بنبقى مش عايزين ندلته بس في نفس الوقت مش عايزين كل شويه يطلع لنا الرسائل بتاعته هنا وعندنا في الواتس. نعمل ايه؟ نيجي على الجروب وندوس دوسه طويله ومن فوق ندوس اركايف اللي هي جنب ال3 نقط على طول، اركايف. هو مش موجود هنا وفي نفس الوقت هو ما اتدلتش من عندك، هو موجود بس موجود في الاركايف. خش جوه الاركايف هنلاقيه موجود وهيفضل موجود ويبعت لنا عادي واحنا ممكن نخش نبعت عليه، بس هو مش هيبقى موجود في الليسته بتاعتنا هنا فمش هيعمل لنا دوشه، وفي نفس الوقت هيبقى موجود معانا نقدر نبعت ونستقبل منه عادي. احنا كده خلصنا الواتساب. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل الجرس واللايك والشير، واكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر ميزه عجبتك وايه اكتر برنامج محتاجه نشرحه في القناه. هسيب لك في الوصف لينكات منافس الواتساب، التليجرام.